السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشجعي نادي الزمالك في كل مكان ومساءكم زملكاوي. بعيدا عن الفوز واحد على سيراميكا، لكن خلينا نتفق إن الزمالك أصبح له شكل نوعا ما، وفي شغل حقيقي بيحصل في الملعب، وفي لعيبة بترجع، وفي غيرهم بيحاول حتى وإن كانت مش ماشية معاه. عجبني كمان إنه رايح دونجا وحسام عبد المجيد ورجع شاركهم تاني عشان ما يذبحهمش ويقلل من ثقتهم في نفسهم وثقة اللي حواليهم فيهم. عجبني كمان مشاركة أوسيرو لنيمار في مركز الوينج ليفت. عجبني مستوى معظم لاعبي الزمالك، خصوصا الاستثنائي سيف فاروق جعفر. أتمنى الفوز على سيراميكا يكون بداية الانطلاقة للتحضير للموسم الجديد. سمعت إن الدولة قررت تقدم الساعة النهاردة وتفعل التوقيت الصيفي، وأعتقد بعد القرار ده يمكن بيبو يعترض وينسحب من السوبر. أتمنى نشوف حل للكارثة دي في أسرع وقت ممكن، ويتدخل اتحاد الكرة ويخرج وليد العطار يطالب مجلس بيبو بتقديم استئناف، ونحاول نوقف التوقيت الصيفي لحين البت في الاستئناف المقدم من كابتن بيبو. ايه تاني؟ مرضي يا معلم ولا لسه؟ هتعترض على حاجة تانية؟ السوبر المصري هيتلعب في الإمارات بتنظيم دولة الإمارات وتكلفة عالية جدا كالعادة، وبرعاة دافعين ملايين. يبقى ازاي وبأي عقل المفروض نلعب السوبر بحكام مصريين ويدير اللقاء الحكم محمود البنا بتاع الدنيا هايجة؟ متهيالي الأمور أصبحت واضحة جدا، في تعنت واضح من اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك، وبطالب مجلس إدارة الزمالك باتخاذ قرار صارم ضد التواطؤ الواضح من اتحاد الكرة ضد الزمالك وتوجيه بطولة السوبر للنادي بعينه، بداية من عدم تطبيق عقوبة كهرباء غير بعد السوبر، وعدم إيقاف الشناوي في مباراة السوبر، وأخيرا إسناد اللقاء لحكام مصريين. أنا أعتقد ده كلام الناس العاقلين الفاشلين الموجهين المغرضين، وما افتكرش اللي بيحصل ده له مسمى تاني. أنا كمان بقول لازم نشوف حل للراجل اللي بيقصف جبهتنا بشكل قوي جدا كل فترة ده، بس قبل ما نشوف حل لابد الأول نفهمه إن الرجاء ده فريق مغربي مش تونسي. كلاوي جينيوس الشق. تخيل بقى لما ده جينيوس اللي على قد حاله بقى ممكن يعمل ايه؟ كل ما يخرج يتكلم يقول ان الاتحاد المصري لكرة القدم اكبر من اي نادي بيشارك في الدوري المصري، وان العدالة هتكون موجودة ومفيش نادي يقدر يمشي كلمته على الاتحاد مهما كان حجمه ومهما كان تاريخه. وبالمناسبة اللي بيقوله ده هو اللي المفروض يحصل، لكن هل تفتكر هو بيحصل فعلا؟ يا كابتن حازم، النادي الاهلي بعد تظلم لاتحاد الكرة المصري فيما يخص عقوبة كهرباء، وطبعا زي ما عرفنا وسمعنا وزي ما قال الاستاذ وليد العطار ان الاستئناف على العقوبة يوقف تنفيذها لحين النظر في الطعن. وبرغم ان زي ما قالوا لنا قبل كده ان ده كلام فاضي ومش المفروض الطعن على العقوبة يوقف تنفيذها زي ما شفنا في ايقاف امام عاشور قبل كده، لكن ماشي. النهاردة فاضل 11 يوم على السوبر المصري في الامارات، والنادي الاهلي بعت التظلم على عقوبة كهرباء قبل العيد ب3 ايام، ولحد دلوقتي اللي بكلم سيادتك فيه ده والموضوع ميت ولا في حس ولا خبر. وطبعا هنفضل ننظر في الطعن لحد ما يجي وقت مباراة السوبر وتتلعب، وبعدها نبدأ ننظر فيه ونصدر عقوبة اللي هي بالمناسبة مش هيكون لها أي 30 لازمة، لأن النادي الأهلي خلاص حسم الدوري ومحتاج يريح لعيبته وما عندوش بطولات محلية ممكن يغيب عنها الفولت لحد ما يأدي العقوبة اللي توقع ما تزيدش عن 8 ماتشات، وده بحجة إنهم عشان يرضوا الزملكاوية، وهم في الحقيقة خدوا اللي هم عايزينه. والترضية الحقيقية كانت للنادي العظيم اللي هدد بالانسحاب من السوبر المصري. هي دي العدالة يا ثعلب اللي بتتكلم عنها؟ وهل كده فعلا الاتحاد المصري سلطته أكبر من أي نادي في الدوري المصري؟ يا كابتن حازم، إذا كان عندك الموج عالي وما انتش عارف تحقق التارجت اللي انت بتتمناه للكرة المصرية، يبقى من باب أولى تقدم استقالة وما تشاركش في المسلسل الهابط ده. أعتقد إنك لو عملت كده هتكبر في نظر الجماهير اللي عملت اسمك وهتفت عشانك سنين وسنين. أما لو قررت تكمل فده عادي ومش هيفاجئنا. بالمناسبة احنا متعودين منك على القرارات السلبية اللي من النوع ده. كرسي رئاسة نادي الزمالك النهاردة أصبح حلم لكل شخص أو رمز زملكاوي متزملك، وأصبح واجبنا كجماهير إننا نمسك في بعض ونتخانق ونوبخ بعض. عشان إيه بقى؟ عشان نقعد على الكرسي شخص زي المستشار مرتضى منصور اللي رغم كل إنجازاته السابقة إلا إنه في الفترة الأخيرة حرفيا فضل الفريق واستمراره أصبح زي عدمه، وده لأنه ما افتكرش ممكن يضيف أي شيء الفترة اللي جاية، بل بالعكس أعتقد إن استمراره هيجيب النادي ورا 3-4 خطوات تاني. ومفروض برضو إننا نوبخ بعض ونشتبك مع بعض كزملكاوية عشان نقعد شخص زي مثلا أحمد سليمان، حسين لبيب، عمرو الجنايني، اللي طبعا كلهم بلا استثناء تابعين للسيد ممدوح عباس، وكلنا عارفين مين هو السيد ممدوح عباس حيث العشرية السوداء. وفي الحالة دي أعتقد النادي هيرجع ملايين الخطوات لورا. يعني تخيل إننا بنمسك في بعض وبنحارب بعض عشان نقعد حد من اللي قلت عليهم دول اللي هم كلهم هيجيبوا النادي ورا.
الصح منه بقى هو اننا نتحد ونرفض كل الاسماء اللي اتقالت دي، ونطالب بوجوه جديدة ونتفق عليها، ونكون متأكدين وواثقين فيهم وعارفين انهم هيعاملوا المنظومة زي مرتضى منصور قبل عودته من العزل. هيقفوا لاتحاد الكورة على الوحدة، وهيجيبوا حق النادي، وهيحاربوا حتى ولو ده هيتسبب في عزلهم، ومصيرهم هيكون نفس مصير مرتضى منصور في 2020. أتمنى ربنا يولي من يصلح، وأتمنى إننا نخف على بعض شوية، ويوم ما نفكر نرشح اسم يكون قد المسؤولية. وأنا بالمناسبة ما برشحش حد بعينه، لكن يا ريت لما نيجي ندعم حد يكون قد الحرب، ويكون قلبه فعلا على النادي. عندي أكتر من مثال لأشخاص أعتقد إنهم هيفيدوا الزمالك إذا أتيحت ليهم الفرصة، ومش معنى إني بقول أسمائهم يبقى أنا بقدمهم للجماهير، أنا بس بقول مثال. أعتقد إن شخص زي مدحت العدل مش هيكون لا محتاج شهرة ولا شو ولا فلوس، واعتقد ان محدش النهارده في الوسط الرياضي او الفني ما يعرفش مدحت وجمال العدل ويشهد لهم. اعتقد كمان مفيش حد يقدر ياخد موقف زي اللي خده المستشار محمد عطية، ويقدم استقالة ويرفض المشاركة في تدمير الزمالك يوم تعيينه في اللجنة المؤقتة بعد عزل مرتضى منصور في 2020. تاني، انا مش برشح حد بعينه، انا بس بديلك مثال، لان الفترة اللي جاية هتلاقي ناس خارجة بوش جديد وبتقول اشعار وكأننا بنشوفها لأول مرة. ركز يا عزيزي الزملكاوي، وبالله عليك بلاش نمسك في بعض الفترة اللي جاية. اختلافنا ده هو اللي بيسهل مأموريتهم دايما، وبيخلي الزمالك يدخل في النفق اياه. اللهم بلغت، اللهم فشلت. ناس كتير في الفترة الأخيرة ما كانتش بتضيف أي شيء للمكان اللي هي فيه، وبتاخد ملايين وما بتتكسفش على دمها لما الكاميرا تيجي عليها، وتلاقي نفسها قاعدة على الدكة أو على المدرج، ولأن عقدهم مع ناديهم ما يزال مستمر لسنين قدام، لا بتفكر تجتهد عشان تقدم الأفضل، ولا حتى بتنسحب من المشهد وترفع الحرج عن إدارة ناديها لما تلاقي نفسها مش مفيدة في مكانها، وبيملى عينها الطمع رغم إن اللي عنده دم احسن من اللي عنده فلوس يا جدع. عشان كده بشكر إسلام سالم لاعب سلة نادي الزمالك، لأنه رفع الحرج عن الجهاز الفني والإدارة، واحترم اسمه وتاريخه مع الفريق في الفترة البسيطة اللي قضاها معانا بعد ما لقى نفسه مش هيكون مفيد للنادي في الفترة اللي جاية، وقرر يرحل فيه هدوء، وخرج من الباب الكبير بدون أي مشاكل أو عواقب. بنشكر إسلام لأنه كان سبب رئيسي في تحقيق بطولة دوري سوبر المحترفين موسم 2020-2021. بنشكر إسلام لأنه كان جزء من تحقيق بطولة البال لأول مرة في تاريخ النادي. بنشكرك يا إسلام، وبنتمنى لك دايما التوفيق في أي خطوة جاية. وبنشكر كمان كابتن أحمد مرعي اللي أخلص في عمله رغم كل الظروف الصعبة اللي واجهته في الفترة الأخيرة. كل التحية والتقدير لكابتن أحمد مرعي، واتمنى استمراره على رأس الجهاز الفني لفريق السلة بالزمالك. الراجل ده ب7 لعيبة بس قدر يصعد بفريقه لنهائي كاس مصر لأول مرة من 16 سنة. مش ببالغ لما أقول إن الراجل ده هو أكتر شخص داخل الزمالك حاليا يستحق كل جنيه بياخده، ده إذا كان بيوصلوا فلوس أساسا. بشكر كمان فريق الطايرة الرجالة اللي رغم كل الصعوبات قدروا يحققوا بطولة الدوري، وبتمنى لهم إن شاء الله يحققوا بطولة الكاس. وأخيرا بشكر فرقة كرة القدم للساق الواحدة اللي بيحاولوا على قد ما يقدروا رغم إن مفيش أي مساعدات بتتقدم لهم إن هم يفرحوا الجماهير. في النهاية بتمنى التوفيق دائما وأبدا لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وأيا كانت المتاعب خليك دايما ورا الزمالك.